السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. جاي لكم النهاردة بوصفة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا، هتعملوها في اقل من نص ساعة وانتوا واقفين في المطبخ كده. بصراحة انا ما كانتش عندي عشاء، فمحتارة جدا مش عارفة اعمل عشاء ايه، فولادي عايزين كريب، عايزين بيتزا، عايزين حاجة من بره. فانا قلت لا، مش معقول حياتنا كلها هتبقى كده. فكان عندي جلاش في الفريزر، وكان عندي سجق. تعالوا معايا عملت لهم فطيرة السجق الشرقي زي ما انتوا شايفين كده، طعمها تحفة، احلى من اللي بتتجاب من بره. طبعا زي ما انتوا عارفين الحاجات دي بتتجاب من بره بمبلغ وقدره، يعني فطيرة زي دي بتتجاب بمبلغ وقدره، فليه انا ما اعملهاش في البيت؟ ومش هتكلفني اي حاجة، كل حاجة موجودة عندي في البيت. طعمها في منتهى الجمال وطرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا يعني مش من الفطير الناشف، لا، زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. وهقول لكم على تكات، وهقول لكم على الطريقة اللي تخليها طرية كده زي ما انتوا شايفين. في احيانا ولادنا ما بيحبوش الفطير الناشف، لا بيحبوه الطري. بصوا مورق ازاي وجميل ازاي. تعالوا معايا شوفوا الطريقة انا عملتها ازاي، وازاي طلعت طرية بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا معايا شوفوا الطريقة انا عملتها ازاي، وازاي تطلع منك طرية وبالطعامة دي. اول حاجه عندي هنا، انا عندي طاسه او حله زي ما انتوا عايزين. حطيت فيها ماده دهنيه، معلقه سمنه او زبده او شويه من الزيت. وعندي هنا ده سجق بلدي، نص كيلو من السجق البلدي، طبعا مقطعاه كده. هديله تشويحه الاول في الماده الدهنيه علشان يطلع الدهون اللي فيه. عادي جدا، في ناس بتحط البصل الاول او بتحط المكونات واحده واحده كده، بس انا بحب احط السجق الاول، بنزله بينزل كل الدهون بتاعته، وبعدين بكمل باقي المكونات. طبعا السجق اللي تحبوه هاتوه، بس يا ريت تكونوا جايبينه من مصدر ثقه، تكونوا مثلا جزار انتوا عارفينه بتتعاملوا معاه، علشان ما تجيبوش من السجق اللي مش معروف المصدر بتاعه. طيب انا هديله تشويحه زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما ينزل كل الميه، الماده الدهنيه اقصد، ويتشمع كده زي ما بيقولوا كده. تشمع شويه كده 5 دقايق مثلا كده. هنزل عليهم ببصلايه مفرومه كده، وهقلب السجق مع البصل، كل حاجه من المكونات هنزلها وهقلب شويه كده، وهسيبها لما كله ياخد من طعم بعضه. يعني كل حاجة كده 5 دقايق لغاية ما زي ما قلت لكم كله ياخد من طعم بعضه كده. البصلاية هقلبها تقليبة كويسة، وبعد كده هنزل بباقي المكونات. زي ما قلت لكم حابين تعملوها باللحمه المفرومه ماشي، بس هيبقى جلاش باللحمه المفرومه، لا دي فطيره بالسجق، بتبقى زي المحلات كده، زي ما بنشتريها من المحلات، طريه وطعمها جميل قوي قوي. هنا انا هنزل ورق اللورة. انا بحب احط شويه من ورق اللورة كده في اي لحوم عندي، سواء لحمه مفرومه، سواء فراخ، سواء سجق. الحاجات دي كلها بتطعمها قوي ورق اللورة. وهديها برضو تقليبه كده وتشويحه كله كده مع بعض. زي ما قلت لكم حابين تعملوها بالفراخ برضو مفيش مشكله، في فطيره الفراخ زي ما انتوا عايزين. هنا انا هنزل بفلفل احمر وفلفل اخضر، هقلب برضو واديها تقليبه. انا في الوقت ده طبعا الوقت ليل، ما عنديش حد ينزل يجيب لي فلفل الوان، وما كانش عندي فلفل الوان، وما كنتش مخزنه بصراحه، فافتكست افتكاسه وما كانتش كويسه. هي حطيت فلفل حامي عندي، احمر واخضر واصفر، بس فلفل حامي. عايزه اقول لكم انها بقت سبايسي جدا جدا. طبعا حطيت فلفل اسود، وحطيت بهارات، ال7 بهارات، بس ما تحطوش ملح ولا اي حاجه، لان السجق فيه ملح، فما حطيتش اي ملح، وطلعت حلوه جدا جدا علشان الحاجه ما تمنحش منكم. عايزه اقول لكم ان انا حطيت الفلفل، السجق طلع سبايسي جدا جدا، وطلع حراق جدا جدا، فاولادي ما عرفوش ياكلوه. انا عندي ولادي الاثنين الصغيرين ما عرفوش ياكلوا منه، بس الكبار اكلوا. هنزل كده بالطماطم،
متقطعه برضو صغير، كله كده مع بعضه لغايه ما كله ياخد من طعم بعضه ويتشوح تشويحه حلوه. طيب هنيجي كده على الخلطه بقى والجلاش بتاعي. عندي هنا نص معلقه من السمن او الزبده سايحه، وهنزل عليها بكوبايه من الزبادي او علبه من الزبادي، وهقلبهم كويس قوي قوي. وهي دي السر بتاع طراوه الجلاش، ان هو طالع مورق وطالع ان هو طري جدا، مش ناشف زي الجلاش اللي احنا بناكله، لا ده طري جدا زي ما شفتوه في اول الفيديو، شبه الفطيره اللي احنا بنشتريها من بره. بس الفرق ان الفطيره عجين وتخمير والكلام ده كله، لا عندك لفه جلاش طلعيها من الفريزر واشتغلي وهتطلعي احلى فطيره سجق من ولا اجدعها محل، بجد هيبقى طعمه حلو قوي. طيب الصينيه مناسبه كده، وهاخد ورقتين زي ما قلت لكم، دي كانت عندي في الفريزر فطلعتها قبلها بشويه علشان كده هي مكسره، بس مفيش مشكله احنا بنعرف نتعامل مع كل حاجه. عندي هنا الخلطه بتاعتي الجميله دي اللي هتورق لي الجلاش، هاخد منها شويه مع كل ورقتين من الجلاش، هدهن كده بالخلطه الحلوه دي، وهي دي اللي هتخلي لي الجلاش بتاعي كله طري ومورق وجميل قوي وبيدوب في البق كده زي ما بيقولوا. طبعا لفه الجلاش اللي انتوا شايفينها دي انا قسمها نصين، بس قسمها كده بالنظر كده، هوصل لورقه معينه كده، وبعدين هحط السجق بتاعي وارجع اكمل تاني. الورق هنا انا بتنيه من الجنب، يعني هي الورقه مش هتاخد الصينيه كلها فبتنيها من الجنب، وباجي المره اللي بعدها باخد الورقه العكس علشان ما تبقاش في حته عاليه وحته واطيه. عايزه اقول لكم ان انتوا لو مش عندكم صينيه مربعه عادي، ممكن تقدروا تعملوها بصينيه مدوره، وبرضو بتطلعوها كده من بره و بترجعوا تحطوا تاني او تقفلوا تاني الجلاش وبتطلع زي الفطيره المدوره، برضو مفيش اي مشكله، يعني نتصرف وبرضو هتطلع باي طريقه احنا هنعملها هتطلع. طبعا احنا عندنا كل حاجه، ليه نشتري الحاجه غاليه واحنا نقدر نعملها في البيت، وعندنا كل المكونات في البيت، والحاجه غاليه جدا بره، وكمان انت ضامنه نظافتها، يعني انت جايبه السجق البلدي ده جايباه وضامنه انت جايباه منين، من بره ما تعرفيش هو جايبه منين وما تعرفيش هو عامله ازاي، انت ضامنه حاجتك انت عاملاها ازاي. كده انا حطيت كميه نص كميه الجلاش زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالسجق بتاعي اللي انا عملته، خلطه السجق الجميله دي. زي ما قلت لكم ما تحطوش فلفل سبايسي او تفتكسوا كده، انا قلت يعني ده هيحل محل ده، بس لا للاسف طلع حراق جدا جدا، انا شخصيا كلته بالعافيه لانه كان حراق جدا. فالافضل ان انتوا هاتوا فلفل الوان، حتى لو هتجيبوا وتحطوه في الفريزر وتفرزوه، بس هيبقى افضل من ان انتوا تحطوا فلفل حراق. كانت يعني تجربه ما ظبطتش معايا، بس مش مشكله، يمكن عشان انا عندي ولادي الصغيرين مش بيحبوا الحراق، ما عرفوش ياكلوه اصلا، فده اللي زعلني جدا ان هم ما عرفوش ياكلوه، هم كلوا على قد ما قدروا بس كان حراق فعلا. كده انا حطيت كميه السجق عندي، وهحط باقي كميه الجلاش بنفس الطريقه اللي انا عملتها، برضو هحط ورقتين، وبعد كده هحط ما بين كل راق وراق من الخلطه اللي انا عاملاها بتاعه الزبادي والسمنه. عايزه اقول لكم ان انتوا دي اللي بيخليها طريه، في ناس بتحب الجلاش او بتحب الحاجات دي مقرمشه او ناشفه كده، يبقى ما تحطوش زبادي، لا حطوا سمنه بس، وده هيخليها مش طريه زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. هنحط برضو نفس الكلام ده وهنقفل عليها من الناحيه دي، وطبعا هخلص كميه جلاش كلها كده زي ما انتوا شايفين، وهخلص برضو كمية الزبادي والسمن كلها كده، وهقفل الصينية بتاعتي كده. خلاص انا قفلت الصينيه بتاعتي. عندي هنا اللي اتفضل من الزبادي، انا حطيت كوبايه من اللبن، وحطيت بيضايه واحده، وحطيت شويه فلفل اسود وشويه ملح شويه صغيرين بس اطعم بيهم اللبن، لان دي اللي هيتشربها الفطيره وهتطلع لي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. انا قلبت كويس قوي كده، وبعد كده هنزل بالصينيه باللبن ده كله على الصينيه وهتشربها كلها.
قبل طبعا ما ابدا كل ده انا مولعه الفرن بتاعي علشان لما اجي ادخل الصينيه ما تاخدش معايا وقت. اي حاجه هتدخلوها في الفرن لازم تشغلوها قبلها علشان ما تاخدش معاكم وقت. هنا انا حطيت شويه حاجات كده افتكاسات كده زي ما بنشتريها من بره. طبعا لما بتشتروا الفطيره بتلاقوها من فوق كده شبه البيتزا. انا ولادي ما كانوش عارفينها دي بيتزا ولا جلاش ولا ايه، بس بجد كان طعمها حلو وكان شكلها جميل. وخدوا بالكم الطماطم والحاجات اللي حطيتها من فوق دي برضو اديتها طراوه، ادت الجلاش كله طراوه، بقت طعمها مدي برضو على بيتزا، منها بيتزا منها جلاش منها فطيره، فتحسوا ان هي ميكس من حاجات كتير. بس بجد اسعفتني جدا لان انا ما كانش عندي عشاء وعملتها في نص ساعه، اقل من نص ساعه كمان، وما خدتش وقت كمان في الفرن. كان عندي كمان ميكس جبن طلعت كده وحطيت من فوق علشان يديني المطه اللي انا بجيبها من بره. زي ما انتم شايفين كده جبنه موتزاريلا جبنه شيدر وجبنه رومي، وحطيت زي ما انتم عايزين كتروا او قللوا براحتكم خالص. وزي ما قلت لكم الفرن بتاعي سخن علشان هدخله على طول وما ياخدش معايا وقت. خلاص كده انا حطيت الجبنه بتاعتي هدخلها الفرن، هتاخد بالظبط نص ساعه. وبعد النص ساعه بمجرد ما تتحمر من الحروف كده خلاص انا بولع عليها الشوايه وبتطلع لي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لسه طافي عليها حالا، فريحتها قلب البيت وشكلها في منتهى الجمال. ما تعرفوش هي بيتزا ولا ما تعرفوش هي جلاش، المهم ان هي قضت الغرض واتعشينا بيها وكانت طعمها في منتهى الجمال. عايزاكم اللي شاف الفيديو عايزاه يعمل الطريقه دي ويجربها ويقول لي في الكومنتات ايه رايه. بجد عجبت الولاد قوي. وعايزه اقول لكم ان انا هعتمدها ان شاء الله في العزومات، يعني بدل ما هعمل جلاش باللحمه المفرومه لا انا هعمل الجلاش بالسجق ده، لانه ما تفهموهوش يعني ده جلاش ولا فطيره ولا يعني حاجه حلوه بس شكلها حلو، حتى في العزومات كده تحس انها حاجه خفيفه وتبع النواشف. يعني ممكن تعملوه كمان جنب مكرونه بشاميل جنب فراخ مشويه، الحاجات دي في ناس بتحب الحاجات دي. انا ولادي من نوعيه الناس الولاد يعني اللي بيحبوا الحاجات التيكاوي قوي، يعني عايزين ما فيش عشاء يا ماما طيب اطلبي لنا كريب، ما فيش عشاء طب اطلبي لنا بيتزا. فما حرام يعني يعني مرتبنا فيه قد ايه علشان نخلص حاجتنا على التيكاوي وعلى الكريبات والبيتزات والفطاير والحاجات دي كلها. طبعا المحلات دي بتكسب ربنا يبارك لهم في رزقهم، بس احنا برضو نبقى شاطرين. الجلاش عندنا، اللحمه عندنا، السجق عندنا، ليه ما نعملش؟ مش هياخد مننا اي حاجه. بصوا الجمال ريحتها قلب البيت بجد. وطبعا عايزه اقول لكم ان الصينيه دي ما قعدتش على طول في العشاء كده، هي خلصت كده واحنا قاعدين كل واحد على بال ما داق منها. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. وطبعا لو جربتوها وعجبتكم عايزاكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.